السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، مرحبا بكم في قناة دوز إلكتريك أو تحول نحو الكهرباء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد التحديث طرا لي في الموتور، ألا وهو الرينج نقص. مبقاش كيضرب كيما ولفتو 90 كيلومتر، 95 100 صافي هبط. ولا كيضرب 50 كيلومتر، 40 كيلومتر، 30 على حسب. ومن بعد ما بحثت تلاقيت بلي المشكل كان في البطاريات نفخو. وفاش سولت البائع ديالي علاش تنفخو البطاريات، قال لي بلي ياك ما بدلتيش الطراجي، ياك ما فهمتي. تماما داكشي اللي كان. اخر شهرين كنت كنطلع ماشي طلعي بزاف. قلتها لي، قال لي راه دوك الطلاي دابا يقدر بحال الا قلتي كتبزز على الموتور يخرج منه واحد الكورون كبير بزاف. وصراحه داكشي اللي كان بالنسبه للطلاي ما كنتش كتمشى حتى انا بشويه، حيت الطلعه خصك تمشى بها بشويه 15 كيلومتر 14 تفوت الطلعه تمشى عادي. ولكن انا كنت في الطلعه كنحاول نجرب وكنت تمشى ب 45 كيلومتر 40 الا كنت بوحدي 40 38 35. المهم بحال الا قلتي كان عطي لي لا فورس بزاف، كنبقى نفورس عليه. وشنو طرا البطاريه تنفخو كما قلت لكم تنفخو صافي، ما بقاش كيديني بزاف ديال الرينج، ما بقاش كيعطيني الرينج كتير. وريكلاميت السيرفيس ابريفونت ديالهم بطبيعه الحال. من بعد 2 اسابيع بدلوا لي البطاريات، 2 اسابيع هما يبدلوا لي البطاريات بالمجان بطبيعه الحال، حيت باقي داخل في الكارونتي. يلاه مدوز 18 شهر كيما متبعين معايا. هاد 18 شهر اللي دوزو البطاريات 18 شهر، هذا نقص لهم الرينج. وهذا ما كان الاخوان. المهم غير واحد القضيه باش نعطيها لكم. اهم حاجه في الموتور ديال الكهرباء هي سيرفيس ابري فونت ولا خدمه ما بعد البيع. مثلا خدمه ما بعد البيع الا كانت مزيانه، راه اي حاجه تخصك مثلا توقف عليها تلقاها. اما الا كانت سيرفيس ابري فونت ناقصه ولا عيانه، راه واخا يكون الموتور المواصفات ديالو مخيرين، ولكن ما نهار توحل في شي حاجه غادي يبان العيب ديالهم. مثلا كتلقى شي واحد شاري طوموبيل 50 مليون 60 مليون، مخرجها من لا ميزون، دوزت عنده شهرين ولا شهر ونص، طرا ليها فيها شي مشكل. كانت السيرفيس ابري فونت مزيانه، راه كيمشي كيدير لهم الطوموبيل، كيقادو ليه المسائل صافي كيتهنى. كانت السيرفيس عيانه، راه صافي يندم حيت شرا ديك الحاجه. وهذا ما كان الاخوان. بالنسبه الى جاب الله عندكم شي سؤال، مرحبا طرحوه في الكومنتس، غادي نحاول نجاوب على داكشي اللي عارف. وهذا ما كان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.